السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نغير النهاردة ونعمل الفراخ الكوري. الاول هنعمل محلول النقع، وهو لازم ننقعها من بالليل. هنجيب بصلتين كده شرايح مع طماطمتين شرايح، معلقتين توم مفروم، وانزلي بقى بالليمون وانزلي بقى بالخل. محلول النقع ده مهم جدا جدا جدا، عشان الوراك بتاعتك هتتقلي في الزيت فتستوي كده وتبقى خطيرة خالص. عملتها معاكي على القناة قبل كده بدل المرة 3، ومن الأكلات اللي عندي الناس بيحبوها جدا وبيطلبوها، والود بدهم ياكلوها في الأسبوع مرتين 3. بس هنعمل ايه؟ لما بتتاح لي الفرصة بقوم عاملاها ليهم. النهاردة هنعملها، هنبتدي ننقعها كده. حطي طبعا الليمون بتاعك على حسب كمية الفراخ اللي انت هتعمليها. ننزل بقى كده بالخل، وبعدين انزلي بالتوابل. ادي شوية زعتر، شوية فلفل اسود، 7 بهارات. حطي الملح، حطي الفلفل، والسبع بهارات دي بقى يا جماعة بيبقى فيها حبهان وقرفة وكبة صيني، فيها حاجات كتير. خلي بالك انا هنا حطيت كمان 4 معالق سكر من معلقة الاكل. حطيت المية، ابتدي ادوب الكلام الجميل اللي ريحته فواحة ده، وانزلي بقى كده بالوراك. الوراك احنا نازعين الجلد بتاعها وشطفينها ومصفينها حلو قوي. ابتدي بقى نزليها كده، ولما تجيبي الوراك يفضل ان الكيلو يبقى 4 أو 3 زي ما انا عاملة كده. الكيلو يبقى 3 وراك، ما تكبريش اكتر من كده عشان تستوي معاكي وتبقى حلوة. ولازم تنقعيها من بالليل، ده شرط اساسي. والسكر ما تنسوهوش، ده عامل رئيسي. ابتدي بقى كده جميلة وزي الفل، وبيتيها على اول رف. بعد كده نبتدي نعمل بقى الكفر اللي احنا هنحطه في الفراخ. تاني يوم بقى هنصفيها كده، نسيبها تتصفى، نشطفها ونصفى. وبعد كده الكفر بتاعها كوبايتين دقيق قدامهم كوبايتين نشا. وعايزة اقولك ان الكفر برضو على حسب كمية الفراخ اللي انتي عاملاها. نبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا: بابريكا، فلفل اسود، ادي الملح، كبة صيني، توم باودر، بصل باودر، قرفة، جنزبيل. وقومي حاطة كده 2 ماجي. افركيهم كده يبقوا زي الماجي الفوري، ولو عندك ماجي فوري حطي معلقة كبيرة. انزلي بقى هنا كده بالتوابل بتاعتك. ما تنسيش الثوم البودر والبصل والبصل البودر. ابتدي بقى هنا ظبطي الاداء، وحطي كمان الكركم. قلبي توابلك الجميله دي كده مع بعض. وعشان هي كوري يبقى لازما شويه شطه، لازما. بتوع جنوب شرق اسيا دول يحبوا الاكل مشطشط. ابتدي بقى قلبي الكلام الجميل ده، وهنجيب كوبايتين سفن، وده شرط اساسي زي الكوريين بالظبط. ادي كوبايتين السفن اهو. وعايزين نوصل كده بالقوام زي العجينة بتاعة القرنبيط، نفس القوام بتاع عجينة القرنبيط. احنا لقيناها تقيلة، هنبتدي ننزل كمان بكوباية مية. حبة سفن وكوباية مية هحطها هنا كمان. ابتدي بقى كده قلبي الكلام الجميل ده كده مع بعضه لغاية ما توصلي لقوام كويس. الزيت بتاعك يقدح، وابتدي بقى الوراك سقطيها هنا، وبعدين خدي ورك ورك نزليه في الزيت. الطاسة بتاعتي يا دوبك بتشيل 3، فأنا هحط 3 والنار بتاعتي تبقى وسط، ولازما الطاسة تغطيها. تضمني هنا ان الوراك بتاعتك تستوي. ما تخافيش، مش هيبقى فيها دم، مش هتبقى اي حاجة خالص غير ان هي مستوية، وطعمها بجد بجد خطير خطير. هو ده التجديد بعينه. من اكتر الاكلات اللي بعملها للولاد بجد بجد، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بتتعمل جنب شوية الرز البسمتي كده، يعني حاجة خطيرة خطيرة بمعنى الكلمة. بصي بقى كده، ابتدي بقى كده نزليه في الزيت. الزيت طبعا لازما الزيت بتاعك طبعا مقدوح وكل حاجة، بس بعد كده لازما النار تبقى وسط وتغطيه عشان تضمني التسوية بتاعتك كويس. من الحاجات اللي انا لما باجي اعملها بدري، لان انا عقبال ما انزل 3 وعقبال ما اخلص باخد وقت، وعقبال ما هي تستوي وتبقى جميلة. ريحتها بجد بجد خطيرة، بجد بجد مشهية. بصي بقى شوية رز بسمتي سخنين يا سيدي، ايه الجمال ده! حاجة بجد بجد خطيرة جدا.
ابتدي بقى اغرفي شويه رز بسمتي كده، ايا كان اللي انت عاملاه ايه. هي الطبيعي لما بعملها بيبقى رز بسمتي وشويه بطاطس محمره، سلطه توميه، سلطه خضراء، بس كده. رصي بقى، بصي الوراك جميله ازاي. هفتح دلوقتي قدامك واحد وهوريهولك قد ايه هو مستوي وجميل وجوسي جدا، وطعمها بجد بجد خطير، خطيرة. بصي بجد بجد رهيبة جدا. زينيها بقى زي ما انت عايزة، يعني ممكن تكتفي بشوية بقدونس كده على الوش. هي الريحة بتاعتها مش عايزة تزيين بصراحة، هي عايزة رغيف وشوية طحينة. بجد بجد تحفة تحفة، من الحاجات بجد اللي طعمها خطير جدا ومذاقها بيبقى حلو قوي. بصي بقى الورك، هي طبعا سخنة جدا، انا بس حبيت ان انا اوريكي قد ايه هي مستوية وقد ايه هي خطيرة وحلوة جدا. تعمليها لولادك، الف هنا وشفا. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. كل سنة وانتوا كلكم طيبين حبايب قلبي. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.